أنجز الصينيون تطورات مهمة في ميدان المدنية المادية، إذ سبقوا الغرب بمدة طويلة في مجال الرقي بالتطور الصناعي. إنهم مخترعو الورق والبارود والمطبع، ويتصدرون الميدان التجاري في أقاصي الشرق في بداية طريق الحرير التاريخي. أما تماسهم الكثيف مع حضارات الشرق الأوسط فحصل في القرون الأولى لما قبل الميلاد وما بعده، لتنفتح الصين على الرأسمالية في أواسط القرن التاسع عشر، ويتفاقم تضخمها في راهننا، وكأنه ليوثان جديد يرصد الجميع بفضول بارز ما سيفعله وكيف سيحقق اتساعه. أما في الهند فلا نلاحظ تطورا نيوليتيا محليا لمدة طويلة. يخمن أن المجموعات القاطنة هناك عاشت حقبة الجلان البدائية قبل احتكاكها الأول مع الآريين الذين دخلوا الهند في أعوام 2000 قبل الميلاد، 2500 قبل الميلاد. بروز الثورة النيوليتية مرتبط بهذه التطورات، ومثلما الحال لدى السومريين فالرهبان هم القوة التي رادت تلك الثورة وثورة المدنية التي تلتها مباشرة دون فواصل زمنية تذكر، والتي ابتدأت في أعوام 1000 قبل الميلاد. الكتاب المقدس الأساسي لهذه الطبقة المسماة برهبان براهمان هو أسفار الفيدة التي ظهرت في أعوام 1500 قبل الميلاد، والتي هي أقرب إلى أن تكون نسخة هندية معدلة من الكتاب العبري المقدس، ولكنها أطول وأكثر تعقيدا. وهي تروي قصص نشوء طبقة الرهبان على أرضية ألوهية مذهلة، مع عدم إهمالها إضفاء الطابع الملحمي على هذا الحدث لتشكل بذلك الدعامة المنيعة لنظام الكاست. يظهر أصحاب طبقة راجا كقوة سياسية وعسكرية في أعوام 1000 قبل الميلاد، ويخوضون صراعات محتدمة مع البراهمانيين ليغدوا بذلك الأصحاب الجدد للدولة، مثلما يحصل في كل مدنية. ويشكل القوى الكاستية الثانية، ومثلما الوضع في الصين فشواطئ البحار وضفاف المياه العذبة صالحة للزراعة في بلاد الهند أيضا. يزداد تعداد المدن في أعوام 1000 قبل الميلاد بالأكثر متميزة بمعابدها وقصورها الضخمة. أما الزراعة فهي أرقى بكثير، إذ يؤلف الفلاحون وأصحاب المهن الحرة طبقة كاستية ثالثة. وفي الطبقة السفلى يقع الباربائيون المنبوذون الذين يلقون معاملة أسوأ من الإساءة إلى حيوان، حيث يعد مجرد الاحتكاك معهم حراما وذنبا كبيرا. يصوغ الهنود إلهيات ثيولوجية متعددة الألوان، حيث ينشئون عددا يصعب حصره من الموجودات الإلهية بقدر ما يولون الأهمية لتأسيس الآلهة الكبرى. في الحقيقة إننا نتلمس التأثير السومري العميق لديهم، أما زيادة التعقيد فيها فتعود إلى انحدارها من مشارب خارجية بسبب افتقارها للكفاءة اللازمة لتحقيق تركيبة جديدة. ظهر المصطلح الديني العظيم بوذا في بلاد الهند في أعوام 500 قبل الميلاد على غرار كل الحضارات المهمة آنذاك. كونفوشيوس في الصين، سقراط لدى الإغريق، زردشت لدى الميديين البرسيين. بوذا مشهور بتطويره اصطلاحا دينيا قوامه الأخلاق دون الاعتماد على الآلهة، حيث ينتبه إلى الآلام والمخاضات المتفاقمة في الطبيعة والمجتمع، فيسعى إلى تطوير نظرية ميتافيزيقية تهدف لتلافيها. البوذية تعاليم معارضة للمدنية ومتميزة بطباعها الأيكولوجي الوطيد، وهي تحقق صعودها في الصين واليابان والهند الصينية. إنها تعاليم جديرة بالإمعان فيها من جهة ميتافيزيقية الأخلاق لديها. إنه نظام اصطلاحي يطبق مراقبة صارمة على النفس الباطنية، علاوة على وجود الإصلاح الإلهي المسمى كريشنا، الذي يعد أقرب إلى عبادة ديونيسيوس منه إلى عبادة زيوس، غالبا ما يرمز إلى التطورات الملكية في مراحل البداية. إنه دين قوامه الحياة الجبلية والترحال، مفعم بقصص العشق الصميمي مع الأولوية النسائية الحرة، ومثقل بالبصمات القوية للثقافة النيوليتية. بالأحرى هو رؤية أخلاقية تضفي قيمة عليا على التطلع إلى الحياة الحرة. وكون الإلهيات الهندية مشحونة بالتيارات المنحازة إلى شكل من المادية المناهضة للميتافيزيقيا المفرطة إنما يدل كفاية على عمق وضخامة التعقيد الاجتماعي والفوارق المعيشية في الهند. تكتسب المدنية الهندية بنية مركزية بعد غزو الإسكندر والبرسيين، حيث يقوم الإمبراطور أشوكا بإنجاز أول تمركز جذري في أعوام 300 قبل الميلاد، عقب بسط نفوذه على الراجائيين المتشردين والمنفلتين من قيودهم، وعلى غرار العلاقة بين الإصلاح الذي أطرأه زردشت على الدين وبين تشييد الإمبراطورية الميدية البارسية المركزية. فإن أشوكا أيضا يتمثل بقوة الإصلاح الديني الذي نادى به بوذا ليحرز النجاح في مساعيه تلك، لكنه يعجز عن الاستمرار بنجاحه لاحقا حتى ولو بالدرجة التي حققتها الصين.
فيعم فساد الراجائيين وتسود حياة الفوضى في أنحاء الهند إلى أن غزتها الدول الإسلامية في أعوام 1000 ميلادي، ثم استردت مركزيتها في مستهل أعوام 1500 ميلادي بإشراف وإدارة الأباطرة المغوليين المسلمين، ثم استردت مركزيتها في مستهل أعوام 1500 ميلادي بإشراف وإدارة الأباطرة المغوليين المسلمين، منجزة بذلك تطورا حضاريا ملحوظا ومثابرة قدما على توسع المدنية. ومع عمليات التغلغل المعتمدة على الرأسمالية منذ أعوام 1500 إلى جانب الاحتلال الإنجليزي الرأسمالي لها أواسط القرن التاسع عشر، شرعت بولوج مرحلة جديدة في حين نالت استقلالها كدولة بعد الحرب العالمية الثانية. ورغم خسارتها باكستان وبنغلاديش اللتين تشكلان طرفيها في الشمال الشرقي والشمال الغربي، إلا أنها لا تزال تحافظ على غناها الثقافي بكل تعقيداته بعد تطعيمه بالمدنية الرأسمالية الراهنة، معتمدة في ذلك على مياهها العذبة وشواطئ بحارها المبتدئة من حوافي جبال هيمالايا لتشمل مساحة شاسعة تشمل شبه الجزيرة عموما. إن الهند التي تعرفت على الديمقراطية في خضم أجواء متوترة مشحونة بالفوضى والكيانات المتناقضة ومليئة بالبنى السياسية واللغوية المتباينة والمتنوعة بدءا من الدين إلى الفن والأخلاق، تثير الفضول بقدر الصين كأقل تقدير، وذلك من حيث مدى تأثيرها على العالم في حال تحولت من وحش مشتت ومتشرذم للغاية إلى لويثان قوي مارد. أما التطورات الحضارية التي شهدتها ساحات البلدان الأخرى المتأتية من الثقافة الأم ذات المنشأ الصيني كاليابان وأندونيسيا وفيتنام وكوريا وغيرها، فهي ذات طابع مماثل حيث تحتذي بالحضارة الأم في التطور والانتشار، لكننا لا نرى حاجة للبحث فيها بالنسبة لموضوعنا. تنتشر الحضارة في القارة الأمريكية على مرحلتين، حيث يفترض حصول انتشار مجموعات الهنود الحمر في أمريكا الشمالية ثم الجنوبية خلال المرحلة الأولى بعد عبورها مضيق برينج في أعوام 7000 قبل الميلاد. رغم اختلاف الشروح التاريخية، إلا أن الأكثر معقولية هو الانتشار عقب العصر الجليدي، وهذا ما يتزامن مع هذه السنين. يخمن تعرفهم على الثورة النيوليتية في أعوام 3000 قبل الميلاد وتوجههم نحو التحضر في أعوام 500 ميلادي، حيث يشيدون أولى المدنيات في الشرق أمريكا الجنوبية بدءا من المكسيك إلى تشيلي باسم أستك، مايا وإنكا. لكن جذوة هذه المدنيات المشابهة لحضارة مدينة أورك الأولى لدى السومريين تنطفئ قبل أن تتمكن من تأسيس مدن أكبر أو من إكثار تعدادها. يعزى ذلك على الأرجح إلى الظروف المناخية والجغرافية، حيث كانت ما تزال محافظة على وجودها ولو خاملة لدى مجيء الأوروبيين. أما بنى مدنها القوية وبقايا معابدها فكانت تصون تأثيرها حينذاك، ولو أنها وجدت إمكانية التوسع نحو أعماق القارة لربما تمكنت من الانتقال إلى مراحل أعلى ومن تأسيس مراكز موحدة أكثر تعدادا. كما يلاحظ ثقل شأن الرهبان في تجارب هذه الحضارة أيضا، ما يمكننا من تسميتها بحضارة الرهبان، في حين أن تقديمها الشبان اليافعين كقرابين أمر تقشعر له الأبدان. تشهد الكثير من الحضارات تقديم الإنسان قربانا للآلهة، كما إنها تعد حضارة بدائية رغم ظهور إشارات أقرب إلى الكتابة، في حين أنها حققت تطورا ملحوظا فيما يتعلق بالتقويم السنوي، وقد زودت الحضارة العامة باكتشاف العديد من أنواع النبات والحيوان. أما أمريكا الشمالية فلم تكن قد تعرفت بعد على الحضارة وقت ذاك. يتزامن بدء الانفجار الأصلي للمدنية في القارة الأمريكية مع حملات الاكتشاف والاحتلال والاستعمار والاستيلاء خلال القرن السادس عشر الميلادي. أما المدنية الرأسمالية الجديدة التي برزت كبلدان مستقلة ظاهريا وتجسدت ميدانيا في انقسام الرأسمالية إلى دول قومية خلال القرن التاسع عشر، فقد واكبت نظام المدنية العالمي واندمجت معه تزامنا مع تشييد الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا الشمالية. ولأنها لم تتعرف على أي حضارة سابقة فقد شهدت التطور الرأسمالي على نحو جذري وبالغ السرعة، كما استمرت في انطلاقتها بمعية الولايات المتحدة الأمريكية التي غدت قوة مهيمنة في النظام القائم بعد الحرب العالمية الثانية. أما أمريكا الجنوبية فلا تزال تثابر بقوة في راهننا على البحث عن نموذج حضاري جديد مقابل المدنية الرأسمالية المنتمية في جذورها إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كوبا، فنزويلا، بوليفيا وغيرها. بالمقابل فقد كانت مأساة الثقافة النيوليتية من نصيب أوروبا. اللويثان العملاق في راهننا لا يخطر على البال اسم أي حضارة في أوروبا،
فيما خلا بضعة حاميات رومانية مشيدة في سنة 100 قبل الميلاد التي شهدت توسع الإمبراطورية الرومانية، بل نشهد تجارة متواضعة بالمعادن في أماكن تواجدها مع تطور في الزراعة القروية، إضافة إلى سيادة هجرات القبائل وصراعاتها تحت مسميات عديدة مثل الأسكيت، الهون، القوط، الكلتيين، النورديين. ننوه إلى أننا نستثني روما والثقافة اليونانية من هذه المرحلة، حيث سنتناول لاحقا تحت عنوان منفصل هاتين الساحتين المؤلفتين للأطراف الغربية من الحضارة الشرق أوسطية. في القارة الأفريقية الرئيسية التي بدأ الإنسان مسيرته الأولى فيها وانطلق منها بحثا عن الكلأ والقوت ممسكا بأدواته في يده، والتي تعرف فيها على لغة الصوتيات الرمزية بعد لغة الإشارة، في هذه القارة الأم ما تزال المناطق التي شهدتها تشكل الثقافة النواة تحافظ على أواصرها مع ثقافتها العريقة الأولى المتكونة على مر سياق طويل مديد. وفي الحين الذي لم تذهب فيه الحضارة المصرية أبعد من السودان، ولم تبلغ الحضارة المسيحية في العصور الأولى سوى طرفا من تخوم بلاد الحبشة، فإن القارة الأفريقية تصبح محاصرة من جميع أطرافها بالمدنية الرأسمالية الأوروبية في القرن ال19، بعدما كان قد تعرف شمالها على ظاهرة الأسلمة إثر تعرضها للغزو الإسلامي الكاسح على يد العرب الساميين الذين شهدوا انفجارا عظيما مع الحضارة الإسلامية. لكن أفريقيا التي تلاقي صعوبة كبرى في تمثل المدنيات بحكم بنيتها الداخلية تشهد في الوقت الراهن فوضى عارمة بكل معنى الكلمة، وتغدو أقرب إلى خليط من الثقافات المختلفة وسياقات المدنية المتباينة. هذا ما يجذب الأنظار إليها لرصد ماهية الحضارة أو الحداثة التي ستلتقي بها وتتكامل معها، أو كيفية اندماجها مع الحياة الحرة، وانتظار ذلك بفضول ولهفة وريبة وأمل، تماما مثل ما يلاحظ ذلك في مثال أمريكا الجنوبية وفي الشرق الأوسط أيضا، ولو بدرجة نسبية. جيم. المدنية ذات الأصول الإغريقية الرومانية وقضايا توسعها. ينبغي عدم الاستغراب من دراستنا وتناولنا لانتشار المدنية ذات الجذور السومرية والمصرية معا، ذلك أن كلتيهما مدنيتان جذريتان أحرزتا التطور بالتزامن وبالتأثير متبادل لأول مرة في التاريخ البشري، كما أثر انتشارهما على بعضهما البعض عن كثب. أما انحدارهما من المشارب الشرق أوسطية فهو سبب آخر لهذا التكامل والتلاحم، فتداخلهما منذ الولادة هو من المزايا المميزة للمنطقة. كما نشهد أنهما أسستا الأرضية للعديد من البدايات الأولى. لا يمكن إنكار تشكل التوسعات اللاحقة باتخاذها هاتين المدينتين أساسا من حيث الشكل والمضمون. إذن لا جدال في ترابطهما من حيث الجذر، وإن لم تكونا متطابقتين كليا، لذا يبقى احتمال تحليل أي مدنية أخرى ضعيفا دون التفكير بمصر وسومر. ومثلما الحال في المدنية الرأسمالية، ينتشر النموذج الأول للمدنية العبودية ويتكرر اعتمادا على النموذج السومري ثم المصري مع بعض التعديلات الطفيفة، إلا أن المؤرخين وعلماء الاجتماع لا ينفكون يكررون شروحهم القالبية دون تأسيسها على هذه القرابة الحرجة لنية في نفس يعقوب. وما أصرارنا في التجديد على هذه الأمور إلا سبيل لتحطيم مفاهيم هذه الكليشيهات. لقد تطرقنا إلى الصعوبات التي واجهناها في هذا الانتشار الأول، وكان أولها مستوى التأثير المتبادل بين سومر ومصر، وهو موضوع يتطلب تسليط الضوء عليه. ثانيها هي قضية المدنية الميدية البرسية التي تعدو أول مدينة تكونت في مراكز خارج ميزوبوتاميا، ومدى اعتبارها أصلا لمدينة منفصلة أم لا، إذ من المعلوم استقاؤها الكثير من معاييرها الأساسية من السومريين ومن جاء بعدهم من بابليين وأشوريين وأوراراتيين. لكنه معلوم أيضا إنجاز إصلاحات عظمى في التاريخ، فالثورة الأخلاقية الزردشتية القريبة إلى أخلاق الحرية، ونظام المقاطعات المركزية، ونظام الجيوش، كلها تعتبر من أولى ساحات تحديثاتها. لهذا السبب وجدنا أنفسنا مضطرين لتفسير المدنية الميدية البارسية كحلقة انتقالية مهمة ومختلفة ومتمايزة تتوسط المدنية الرومانية الإغريقية والمدنيتين السومرية والمصرية. تلعب هذه الفوارق والأهمية دور المفتاح في موضوع تحليل مراحل المدنية انطلاقا من رؤية تاريخية سليمة وصائبة، وإلا فلن نقدر على تحليل المدنية الإغريقية الرومانية بعين سليمة، أو أننا سنقدم شروحا غير علمية بشأنها فنعزو إليها مزايا معجوزية ونقحمها في تشويشات أعقد. أما الإشكالية الثالثة فكانت معنية بمشاكل أصول المدنيتين الصينية والهندية، حيث نوهنا إلى ضرورة النظر بعين الحيطة إلى كونهما مستقلتين بخصوصيتهما، ما يساعدنا أكثر على التفسير الصحيح لأوجه الشبه والاختلاف
بين المدنيات.